السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. بصراحة حبايب قلبي كتير اشتقت لكم وحبيت اطمنكم عليا واطمن عليكم. اليوم حبايب قلبي رجعت لكم بفيديو نصيحة، وان شاء الله انا متأكدة انه هاي النصيحة رح تستفادوا منها بإذن الله. حبايب قلبي تعالوا قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا حبايب قلبي نبدأ الفيديو. اليوم حبايب قلبي لكل حدا دائما عنده هدف بحياته وحابب يوصل. نصيحتي لكم حبايب قلبي، دائما بينكم وبين نفسكم احتفظوا بأهدافكم، لا تبوحوا للآخرين عن أهدافكم أو شو أنتم مخططين للمستقبل. دائما شجعوا نفسكم بنفسكم، لا تنتظروا تحكوا لأي حدا، لأنه لو أنتم حكيتوا لأي حدا إشي طبيعي يحكي لكم كلمة كده ولا كده راح تضايقكم وراح يخليكم ترجعوا خطوة لورا بدل ما بتقدموا خطوة لقدام. لا، اشي طبيعي راح يحكي لكم اي كلمة راح تحبطكم وراح ترجعكم لورا. اليوم نصيحتي لكم نصيحة طبعا لبداية نجاح لأهدافنا، لا تحكوا لأهدافكم لأي حدا. حاولوا دائما احتفظوا بأهدافكم جواتكم. حاولوا دائما شجعوا نفسكم بنفسكم، لا تنتظروا من أي حدا يشجعكم، لا بل بالعكس يمكن يكون بشكل عفوي مش قاصد، فهيك رح يحبطكم بدل ما بيشجعكم. دائما تعالوا حبايب قلبي رح احكي لكم موضوع صغير. ليش دائما الناجحين ودائما واصلين لأحلامهم وأهدافهم ودائما ناجحين بحياتهم؟ ليش يا ترى هم ناجحين بحياتهم؟ هنا الإجابة راح تكون لأنهم هم ما بيبيعهم بأهدافهم أو في اللي جواتهم لأي شخص أو لأي حدا. دائما هم يعني مجرد ما الإنسان حط فكرة الفشل بدماغه، صدقوني حبايب قلبي راح يفشل. ليش؟ لأنه الإنسان نفسيا تلقائي خلص حط كتير صعوبات قدامه، حط إنه مش راح ينجح، إنه مش راح يتوفق، إنه راح يواجه لمشاكل لقدام، فهيك خلاص تلقائيا نفسيا بيرجع لورا. لما الإنسان دايما المتفوقين دائما رافعين كده فكرة الفشل، دائما حاطين في دماغهم فكرة النجاح، فهم بالتالي دائما ناجحين بحياتهم، متفوقين، دائما واصلين لأهدافهم، دائما واصلين للي بدهم إياه، لدرجة مش عاملين حساب لأي فشل. لهيك هم دائما متفوقين بحياتهم، واصلين لأهدافهم، دائما ناجحين، دائما واصلين للمرتبة الأولى. لهيك حبايب قلبي صدقوني هاي نصيحة كتير رح تفيدكم إذا أنتم نفذتوها. أنا مش رح أكذب عليكم وأقولكم أنا عندي هدف ووصلت له، بالعكس أنا قبل الحرب كان عندي هدف وكنت حابب أحققه، بس لولا ظروف الحرب هي اللي وقفتني عن الهدف. كنت بصراحة كتير مصرة عليه، بس للأسف حاليا ما بينفع. فأنا رح أحاول مثلكم بإذن الله. دعواتي إن شاء الله لنفسي ولإلكم إن شاء الله بالتوفيق، وبتمنى تكون استفدت لو إشي صغير أو معلومة صغيرة من هالفيديو. وحبايب قلبي، لكل حبايبي المشتركين معي، يا ريت يا ريت أنا بتمنى إنكم تساعدوني وتشاهدوا الفيديوهات. المشتركين معي أغلبيتهم ما بيشاهدوا الفيديوهات، لهيك دائما الفيديوهات مشاهداتها كتير ضعيفة. يا ريت لو تساعدوني وتشيروا لي الفيديوهات لحتى توصل لأكبر عدد مشاهدة، لأنه أنا بصراحة بتعب كتير. يعني بتعب من أول شغلة لسببين. أول شغلة إني ملاقيش مكان أخد راحتي فيه بالتصوير، أخد راحتي بالحوار فيه، بلاقيش، دائما على طول إزعاج سواء داخل العريشة أو خارج العريشة. والسبب التاني حبايب قلبي إنه بروح مسافة طويلة حتى أقعد في كافيتيريا حتى أنزل نت، والنت بصراحة سعره غالي هين حاليا. ويا ريت على قد كلمة غالي، لا بل بالعكس على طول بيفصل، كل شوية والتانية بتلاقيه فصل، بتلاقيه بعطلك، بتخلصيش طبعا الصعوبة. معلش طولت عليكم حبايب قلبي. أنا حابة أعرف من متابعيني كل حدا من وين عم بيتابعني يكتب لي في التعليقات. وأترككم برعاية الله مع ألف سلامة. ولا تنسوا حبايب قلبي تحطوا لايك. مع ألف سلامة. جمعة إن شاء الله مباركة عليكم وعلينا وعلى الجميع بإذن الله.